الفيفا أو الاتحاد الدولي يتدخل اليوم في عقوبات الكاف والتي تعتبرها غير عادلة فيما حدث في نهائي كأس إفريقيا، وأن العقوبات المتجهة للمغرب غير عادلة، وأن المنتخب السنغالي هو المذنب في هذا الانسحاب. قرارات مضحكة، بل قرارات كوميدية بصراحة من الاتحاد الكاف، الاتحاد الأفريقي. ما في شيء جديد. أنا حضرت من أرض الملعب، ما أعتقد أني بتابع كأس أفريقيا من أي دولة أخرى بصراحة، إلا إذا أقيمت في المغرب مرة ثانية إن شاء الله. الاتحاد الأفريقي اتحاد مضحك وضعيف بصراحة، قرارات كانت مخيبة للآمال. عقوبات صادمة على رأس منتخب السنغال. واضح جدا بأن الكاف على صفيح ساخن، غليان كبير، يمكن أن ينفجر الوضع من الداخل، كما يمكن أن تكون العقوبات الصادمة المنتظرة على رأس السنغال نقطة تحول جديدة. أعتقد بأن الاتحاد الإفريقي سيتريث كثيرا وسيقرأ 1000 حساب قبل أن يصدر أي عقوبات في وجه السنغال، لأنه ربما إن كانت الكاف لا تخاف من الإعلام الإفريقي أو من الأفارقة، فإنها تخاف جدا من الإعلام الأوروبي ومن الضغط الدولي الذي سيتعاطف من دون شك مع منتخب السنغال الذي فاز بكأس إفريقيا لأنه أقوى منتخب في إفريقيا، بغض النظر عن مشواره في الكأس، بغض النظر عن ما حدث في المباراة النهائية. يبقى السنغال باتفاق الجميع، باتفاق العلماء، أقوى منتخب في قارة إفريقيا، ويستحق أن يتوج بهذه الكأس، مثلما كان المغرب قادرا أن يتوج بهذه الكأس حسب رأيي لو اتخذ مسارا نظيفا، لأنه يمتلك أيضا تشكيلة قوية. كنا نمني النفس ونريد أن نشاهد كأس إفريقيا في أعلى مستوى ونعنى بالتحليل الفني، فإذا بنا نجد أنفسنا أمام حالات تحكيمية، كوارث تنظيمية، شكاوي من كل جهة، فوضى، تصريحات مضادة. وهنا أريد أن أتحدث بعجالة عن أمر أعجبني كثيرا، وأحيي من هذا المنبر لاعبي المنتخب الجزائري ومدرب المنتخب الوطني والمسؤولين على الفاف، لأنه البعض كان ينتظر الصيد في المياه العاكرة، كان ينتظر من مسؤولي المنتخب الجزائري ولاعبيه ومدربيه أن يطلق تصريحات ضد المغرب وضد تنظيم المغرب لهذه الدورة، ولكن العكس هو الذي حدث. شاهدنا رياض محرز يشيد باستقبال السلطات المغربية، وبيتكوفيتش يتحدث عن الظروف المريحة التي وضع فيها المنتخب. الجزائريون لا يكذبون، الجزائريون صادقون، لم يتحاملوا على أحد ولا أحد من الجزائريين، سواء من الرسميين أو اللاعبين أو المدرب أو الطاقم الفني، تحدث بسوء عن المغرب رغم الاستفزازات الكثيرة منذ وصول المنتخب الوطني الجزائري إلى الرباط. شاهدنا في أول يوم لا شاهدنا في أول يوم حادثة التمر، ثم بعد ذلك صورة الملك، ثم بعد ذلك سرقة الكرة، ثم بعد ذلك المكسرات، يعني أخبار التذاكر قبل هذا، وقبل ذلك مشكلة التذاكر التي عانى منها أنصار المنتخب الوطني الجزائري. ورغم كل هذا، ورغم كل تلك الأخبار التافهة والمضحكة والتي كانت محل سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل أنحاء العالم، إلا أن الرسميين في المنتخب الوطني واللاعبين والمدربين لم يتحدثوا بكلمة سوء عن المغرب، والعكس من ذلك هو الذي حدث. شاهدنا إيغو بروس مدرب جنوب افريقيا يتحدث من اول يوم ويشتكي الامور التنظيميه وبعد الفندق عن التدريبات ساعه ونصف، حتى ان المغاربه فرحوا كثيرا عندما اقصي جنوب افريقيا وقالوا تخلصنا من لسان قادح وجارح ظل ينتقدنا منذ وصوله الى المغرب. شاهدنا حسام حسن ينتقد التنظيم وينتقد الفندق، شاهدنا إبراهيم حسن أيضا قال كلاما في حق المغرب، شاهدنا أيضا مدرب المنتخب السنغالي قبل المباراة وبعد المباراة، وما أغضب المغاربة أنه قال
في الجزائر أثناء تنظيم الشان كان كل شيء جميل وكان كل شيء احترافي ومثالي. قالوا هذه الظروف لم نجدها هنا في المغرب. شاهدنا رئيس الاتحاد السنغالي يتحدث، شاهدنا إيطو يتحدث ولو أنه تحدث على استحياء، ونحن نعرف المستور ولا نريد أن نتحدث عنه في الوقت الراهن. شاهدنا أيضا لاعبي المنتخب النيجيري واش قلتها لكم البارح ولا ما قلتهاش لكم؟ قلت لكم بان وليد الركراكي ما بقاش مدرب ديال المنتخب المغربي، وما تيقتونيش. البارح حطيت لكم فيديو قبل ما يقولوها، وهي ان وليد الركراكي غادي يغادر المنتخب المغربي، ووهبي هو اللي غادي يولي مدرب ديال المنتخب المغربي. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اول حاجه بغيت نشكر جميع المغاربه اللي تابوناو في القناه ديالي، شكرا لكم لان كنوجدوا ان شاء الله لكاس العالم 2026. كنتمنى منكم الدعم، الاشتراك في القناه، لايك الفيديو، وشكرا لكم على الدعم. البارح حطيت الفيديو قبل ما يقولوا بان وليد الركراكي ما غاديش يبقى مدرب المنتخب المغربي، ولكن بعض الناس ما تيقونيش، تيسحبوا واش غير تنحطوا الاخبار هكاك. الاخبار بانه انا كان عندي غلط، كان تيسحب لي واش مدرب اجنبي هو اللي غادي يشد مدرب المنتخب المغربي، ولكن اصبح هذا تفاجئت بان مدرب المنتخب المغربي هو وهبي، اللي دا كاس العالم اقل من 20 سنه، يعني توج بكاس العالم. ودابا حاليا الشعب المغربي كامل كان كيتسنى طريق السكيتي هو اللي غادي يكون مدرب المنتخب المغربي، ولكن وهبي هو اللي شد المنتخب المغربي. يعني رسميا وليد الركراكي ما بقاش مدرب ديال المنتخب المغربي. دابا غادي نشوفوا وهبي، وغادي نشوفوا مع الفريق الصغير، لانه وهبي غادي يدي الدراري الصغار لكاس العالم 2026. ممكن بانه نقدر نشوفوا اللعابه، يعني بعض اللعابه منتخب مغربي. وغادي نقول لكم بان رسميا، وعقلوا على هذا الفيديو عاوتاني وغادي تكذبوني، غتفرجوا في هذا الفيديو وعقلوا عليه، بان حكيم زياش غادي يرجع للمنتخب المغربي، لانه السيد رجع بواحد. البارح تفرجوا في الماتش ديال الجيش الملكي والوداد، السيد دار بو ماتش، يعني كيستحق انه يكون في المنتخب المغربي وعنده في رجلو. يعني اللاعب اللي يعطي واحد الحاجه، حكيم زياش ما غاديش نقولوا بانه رجع الفورمه ديالو 100%، ولكن السيد كيبين بانه قدر انه يحط بلاصتو في المنتخب المغربي، وكيبقى لاعب كتشوفوا بانه هو اللي كيدخل في اي حاجه في الوداد، لانه لاعب مهم بالنسبه للوداد. وان شاء الله بانه حكيم زياش غادي يرجع للمنتخب المغربي وغادي يولي لاعب رسمي في المنتخب المغربي، لانه كاينه بلاصتو. وما عندناش في المغرب، ما كاينش شي واحد اللي تيقدر انه يضرب الكره ولا الفوطاج. حاليا كنشوف في كاس افريقيا بانه حنا ما عندناش اللاعب اللي كيقدر انه يضرب الفوطاج في المنتخب المغربي، ولكن حكيم زياش عنده التخصص هذا، وكنتمنى ان شاء الله انه يعطي اضافه للمنتخب المغربي. وكنقول لكم بان اي اخبار ان شاء الله غادي نبقاو نحطوا في هذه القناه هذه، غادي يعني ما غاديش نوضوا نحطوا هكاك، كيكونوا بعض المعلومات عندنا، كنقراو بعض الجرائد، يعني كنقلبوا داكشي باش كنحطوا لكم الاخبار الجديده. وكنتمنى من جميع المغاربه الدعم ديالكم بالاشتراك في القناه، لايك الفيديو، باش يبقى يوصلكم جميع اي حاجه حطيناها جديده. وشكرا لكم بزاف، باغي نشكركم على 1000 ابوني اللي وصلتونا ليه. شكرا لكم 3 شهور وصلتونا ل 1000 ابوني، شي حاجه اللي بالنسبه لينا حنا زوينه وعجبتنا. شكرا لكم للدعم. ان شاء الله غدا غادي نحط لكم فيديو جديد عاوتاني على الاعلام الجزائري وداكشي اللي قالوا على مدرب المنتخب المغربي. كنتمنى منكم تدعمونا بالاشتراك، لايك الفيديو. سلام عليكم.